السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل بقى النهاردة كده تركاية بتفرق جدا في طعم الكحك بتاعك، وممكن ما تظبطلكيش الكحك او ما يظبطش معاكي بسببها، وهي الملبن علشان يكون سايح معاكي كده في الكحكة من جوه لازم تمشي على الخطوات دي والتركات دي. هنجيب كده الملبن بتاعنا اللي هنستخدمه في الكحك، وهنبتدي ننزل عليه كده بمعلقة من السمنة وشوية كده سمسم او مكسرات على حسب يعني المتوفر عندك. لو حابة تضيفي في الخطوة دي مكسرات بس تكوني مديها ضربة كده في الكبة، بيكون برضو طعمه تحفة. المتوفر بقى عندك، انا هنا كده ضفت سمسم ومعلقة من السمنة، وابتدي ان انا ادعك الملبن بتاعي كويس جدا كده بايدي. خلوا بالكم هنا احنا مش بنرفعه على النار خالص ولا بنقرب منه الحرارة، احنا كده بس بندعكه بمعلقه سمنه ومكسرات او سمسم. هنبتدي ندعكه كويس جدا كده لحد ما يكون زي العجينه كده في ايدك، هتحسي ان هو اتجانس مع بعضه وبقى طري جدا. شايف؟ ما تستهونوش بقى بالتركايه دي، وحاولوا ان انتوا تجربوها، هتفرق معاكم جدا في الكحك باذن الله. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.